نوال غشام، الفنانة الكبيرة، الفنانة المحترمة اللي تعودنا معناها عليها في بداياتها. تغني أغاني معناها أغاني هادفة، أغاني رائعة، معناها تغنيت من أكبر الشعراء متاع ليبيا، أكبر شعراء في تونس. اليوم تفاجأنا بعد هالغيبة الطويلة، كنا نتوقعوا اللي باش معناتها تجينا بعمل جيد. جاتنا بأغنية هابطة، أغنية رديئة، قمة الإسفاف، قمة الانحلال، قمة الانحطاط. حتى الفنانات اللي معناها يسميوهم فنانات الجسد، اللي تبدا ما عندهاش صوت، معناها تبدا ترقص على المسرح وتقول اي كلام. هي اختارت النوع هذا متاع فنانات الجسد، متاع الغناء، متاع الرقصات، معناها ويمكن حتى اي فنانه نتصور ما تقبلهاش الاغنيه هذه، معناها ما لقيت لهاش تفسير. اغنيه فاضحه، معناها طيحت من مستواك الفني كفنانه، معناها فنانه كبيره ماهيش من قيمتك، معناها الغناء اللي غنيته تي حتى مجرد باش تقول الكلمات تحشم شنية متعدية، وكلمات سوقية متعدية، وسي سيد وقال لي انت جبن ولا ما نعرفش شنية وهزيته من فوق اللوطة. شبيك يا نوال غشام؟ شبيك طيحت من قيمتك وطيحت من مستواك؟ صحيح ما نلوموش عليك، انت معناها مشتاقة للفن وعندك برشا وعندك غيبة طويلة وتحب تغني، اما كيما ما تلقاش كلمات باهية ما تقبلش. انت ماكش مطالبة باش تغني الاسفاف. كنت تنجم، عندك برشا اغاني قديمة، كنت تنجم تعمل تحيين الاغاني، كانت تنجم تغني طرب. فما برشا فنانات معناها كيما ما فماش، الله غالب قدر ربي، ما عندناش مؤلفين، معناها الابداع ما عادش، الناس مخها وقف. المؤلفين يغنيوا في الطرب، غني كيفهم الطرب، ماكش مطالبه باش تقبل معناها اغنيه تحشم والله. حتى كانت تعطيها طفله صغيره مازالت في بدايات الفن لا تقبلها. شنية قال لي يا جبن وانت؟ وحتى من ناحيه السن ماهيش لايقه، ممكن ماهيش لايقه، ما تليقش بيك. ماذا بينا معناها المره الجايه تحاول تركز في اختياراتك. ما فماش اغاني هاد فما تغنيش، اقعد غني معناها عاود اعمل طرب، اعمل تحيين لاغانيك وان شاء الله تكون حصيل، وان شاء الله تكون الرساله وصلتك واستوعبتها. والسلام عليكم.